البايت ما بيترميش يا جماعة، مهما كان قليل مهما كان ما بيحبوش بتركة صغيرة هنزودها وهياكلوه. انا اسمي سمر، بعمل ميزانيات يومية واسبوعية. ميزانياتي بتبتدي من اول 200 جنيه لحد 3000 و4000 و5000 حسب كل الميزانيات اللي بتجيلي. انا ممكن اكون بتأخر عليها شوية بس اكيد بعملها، فادوني وقت يا بنات. صلي على الحبيب قلبك يطيب. انا كنت عاملة ورق كرنب، خزنت كام كرنبايه كده ورحت عاملة حلة الكرنب اللي انت شايفاها دي، واتبقى منها الطبق اللي انت شايفاه برضو ده. فانا قلت هعمل ايه، اجيب نص كيلو اجنحه ب 30 جنيه ولا ب 35 جنيه ولا ب 10 جنيه، اعمل شويه لسان عصفور والشوربه حتى قليله. تعالى اقول لك انا عملت ايه. وشويه المحشي بعد ما سخنتهم اكتشفت ان هم مش هيكفوا، فيلا اقول لك انا عملت ايه. جبت نص كيلو لسان عصفور كان عامل 10 جنيه ونص، عشان هو ب21 جنيه. هاتي بقى زي ما قلت لك، عايزه تجيبي اجنحه ماشي، بربع كيلو بانيه ماشي، عايزه تجيبي لسان عصفور ماشي. بس انا للامانه كنت عايزاهم ياكلوا لسان عصفور بما انهم عندهم برد، وفي نفس الوقت اعلي القيمه الغذائيه. فلسان عصفور مع شويه ليمون مع شويه المحشي هياكلوا وهيتدفوا، وبرده هناخد الخير بتاع الاكل البايت بما انه هو بركه البيت. تعالى اقول لك انا عملت ايه. ده بديل الشوربه، جبت شويه ميه حطيت فيهم شويه كمون ملح فلفل اسود والسبع بهارات، ولو عندك ورق لورا تحطي يا سمر السبع بهارات في الشوربه اقول لك هحطها، عشان هي فعلا بتفرق وبتنقل الشوربه في حته تانية خالص. وعندك بقى معلقه زبده او معلقه سمنه حطي، طبعا لو كانت بلدي هتكون افضل كتير. لسان العصفور مسكته حمرته خلي لونه ذهبي، وهعمله تقريبا شبه الطاجن. لو كان عندك كبدايه وقنصايه من بتاعه الفراخ والله كنت عملتهم طاجن لسان عصفور، بس انا الامانه ما كانش عندي، وفي نفس الوقت مش عايزه اخلي اكل يقعد تالت يوم، فده كان بالنسبه لي هيكفي قوي. فروحت محمره لسان العصفور وهعمله بطريقه معينه هيشبه الطاجن ومش هيبقى فيه ميه، عشان ياخدوا كل القيمه الغذائيه اللي فيه. قولي لي بتعملي ايه في الاكل البيت، وطبعا ما تنسيش تكتبي لي ميزانيتك ايا كانت هي كام، وانا ان شاء الله وفضل من الله مش هنساكي زي ما قلت لك. انا كمان بعمل ميزانيات للفاكهه وبعمل ميزانيات للسندوتشات. هنا حطيت مكعب مرقه، واول ما تبتدي تغلي الشوربه دي هنزل بيها حبه في حبه، واوعي تلسي عشان فعلا كنت هتلسع اكتر من مره، وهخلي شويه في الاخر. لسان العصفور عشان ما ينشفش منك لو انت حابه يكون فيه شوربه، خليه يعني غطيه ميه وغلوه واحده وادفي عليه على طول، عشان مهما تحطي شوربه لسان العصفور هيشربه. انا هنا اديته تقليبه، هنزل ببقيه الشوربه وهخلي قد نص كوبايه كده، عشان يعني يبقى فيه شويه من الميه وبرده شربها مش عارفه ليه. قولي لي بتعملي لسان العصفور ازاي، وكمان بتتصرفي في الاكل البيتي ازاي. دي كانت اقل واوفر طريقه تقدري تعملي بيها الاكل البيت او تستخدمي بيها الاكل البيت، عشان ما نهدرش في الاكل بما ان الاسعار غاليه. صلي على الحبيب قلبك يطيب. انا هنا كمان سخنت المحشي، هو كان اصلا سخن فديته تدفئه تاني. وطلعت الليمون. الليمون يا جماعه انا بجيبه هو رخيص واحطه في الفريزر زي ما هو كده، واطلعه بقى على قد الاستخدام. انا هنا كنت عايزه ليمونتين حطيتهم في شويه الميه عشان يفكوا. وعلى لسان العصفور هتاكلي احلى شويه لسان عصفور بالليمون، وطعم الليمون مش هيغير، وهناكل الاكل البيت. بالنسبه للورق الاخضر ده عايزه اقول لك احنا بنخطفه خطف بنحبه جدا، ويا سلام لو سلام بقى لو لسعتيه كده في الحله احلى شويه محشي تاكليهم ملسوعين. ولو ورق اخضر، طبعا في ناس كتير ما بتحبش الورق الاخضر بس احنا بنحبه. صلي على الحبيب قلبك يجيب. قولوا لي بتاكلوا الورق الاخضر ولا لا. لسان العصفور مش ناشف والله يا جماعه ولا حاجه، اهو انا حاولت اقرب على قد ما اقدر، بس ده كان بالنسبه لنا احسن حاجه مع عصره الليمون، عشان العيال ما بيحبوش صايص كده وفيه شوربه كتير. انا عن نفسي بحبه صايص، بس العيال هي اللي بتكرر، فاحنا بناكل على حسب مزاج العيال.